السلام عليكم، كيف نتوما؟ نتمنىكم تكونوا في احسن الاحوال. عواشركم مبروكه، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد بعد غيبه. ولنا عوده ان شاء الله. اول حاجه بديت بها هي هاد الكيك ديزاين. بغيت نعلمكم هكذا بانني بديت الخدمه ديال الكيك ديزاين، فاللي بغات شي حاجه تواصل معايا في الانستغرام كنجاوب كلشي تما. فمرحبا بكم. واليوم ان شاء الله غادي تشوفوا معايا واحد الوصفه ديال البقلاوه اللي كتجي غزاله غزاله بحشوه اللي معلكه باللوز والبخاليني، فبقاو معايا. وغير بنص كيلو ديال اللوز كتخرج واحد الكميه اللي لا باس بها، والمذاق كيجي اكثر من رائع. تقدر هكذا تزين بها الطبيله ديالك ديال رمضان. فنبداو على بركه الله بالمقادير وطريقه التحضير. وما تنساوش تشاركوا الفيديو مع احبابكم بطبيعه الحال واذا عجبتكم الوصفه. فبالنسبه للمقادير اللي غادي نحتاجو، عندي هنايا نص كيلو ديال اللوز اللي قسمته على جوج، 250 غرام اللي قليتها، و250 غرام خليتها هكذا. من الاهم تكون ناشفه، يعني بيتها ليله هكذا باش تطلع معنا هاد البقلاوه مزيانه. عندي هنايا 100 غرام ديال السكر، تقريبا 2 ملاعق كبارين ديال الزبده، تكون نوعيه مزيانه حيوانيه يذوب حتى شويه. 2 ملاعق كبارين ديال بخاليني ديال اللوز كما كتشوفوا، هذا كيعطيها واحد التعليكه رائعه. عندي هنايا شويه ديال المزهر، قرفه ومسكه مدقوقه مع شويه السكر. ودابا غادي ندوز باش نطحن هذا اللوز مزيان مع السكر حتى كيتعلق، ضروري ما خصو يتعلق، ونرجع معكم. صافي، هنايا بعد ما طحنت ديك اللوز كيجي على هذا الشكل هذا، خصو يجي معلق هكذا. صافي غادي نضيف على هاد المكونات. فهنايا بالنسبه للبخاليني من الاحسن توجدوه في الدار، حيت هذاك اللي كيتباع ما كيكونش نوعيه ديالو مزيانه، كيكون يعني عامر غير بالزيت بزاف. فهذا دائما كنوجدو في الدار على حساب الكيك ديزاين، وكيبقى لي هكذا. الحلويات د اللوز وهكذا المعسلات، علاش لا. صافي غادي نبدا نخدم هكذا هاد اللوز هذا تيتعلق معنا مزيان مزيان. هانتوما غادي تشوفوا القوام ديالو كيفاش غيجي. صافي بعد ما كتعلق هكذا خصها تجينا على هاد القوام هذا. وهنايا كنبقى نشكل هكذا حريبلات صغارين على هاد الشكل هذا. من الاحسن تعملوهم بهذا الحجم هذا باش ما يتهرسش معنا ديك اذا عملنا مثلا واحد البودان طويل غادي يتهرس معنا. هنايا خديت الورقه ديال البستيله، من الاحسن تكون الورقه ديال البخار كما كتشوفوا رقيقه. طلقتها هكذا وقطعت لها الجناب، وغادي نبدا نستف هنايا على هذا الشكل هذا. كما كتشوفوا بعد ما استفتهم هكذا غادي نبدا نجمع بالورقه، غادي نقلب عليهم هكذا الورقه ونبدا نلوي على هذا الشكل هذا. وانا في نفس الوقت كنعوض ديك الحشو ديالي. صافي على هذا الشكل هذا غادي نقطع على هاد الجوانب اللي بقاو هنايا بالمقص. صافي كتجي على هاد الشكل هذا، غادي نهزها ونعملها في السيمون. هنايا نسيت ما قلت لكم شي في الاول، كنعمل شويه ديال الزبده نوازيط ضروري هكذا، غير شويه من الداخل ما نكثروش باش ما تقطعش معنا الورقه ملي نجيو نقطعوها. ومن الاحسن بالنسبه للزبده ضروري تكون نوازط باش هكذا نتفاداو تقطع لنا الورقه اولا شي حاجه، وفي نفس الوقت كتعطي واحد المذاق مزيون البقلاوه. المهم هذه هي الكميه اللي عطاتني، غادي نقطعهم بسم الله. ضروري ما يكونش موس، يكون ماضي. غادي نبدا بالجنابات هما الاولى.
نحاولوا نقطعوها غير شويه كما كتشوفوا، وفي نفس الوقت الموس خصو يكون ماضي بزاف باش ما تعذبناش في التقطاع ديالها. وهنايا بعد ما قطعتها وعوضتها كما كتشوفوا، كندهنها هكذا بالزبده نوازيط اللي بقات لي ضروري ما ندهنوها مزيان مزيان بالزبده باش هكذا كتجي لنا مقرمشه معنا وكطيب كتحمر كتجي غزاله هكذا، وكذلك حتى المذاق كتعطيها مزيون. وهنايا بقات لي شويه ديال الحشوه اللي عمرت بها ديك البريوات حتى هما، فهكذا قلت علاش لا ما تضيعش. فهاد البقلاوه هادي كتجي مزيونه بزاف في المذاق، نتمنىكم تجربوها خصوصا بديك الحشوه اللي منسمه بالمزهر، وخصوصا اللي عملنا لا بخاليني عطاها واحد التعليكه واحد المذاق رائع. كتجي على هاد الشكل هذا، سمعوا التقرميشه. صافي دابا غادي نعسلها بالعسل اللي غادي تكون بارده باش تشرب لنا العسل. وهنايا بالنسبه للتزيين كنزينها هكذا باللوز كونكاسي اللي عندي محضر في البيت. تقدروا تزينوها باللوز ايفيلي باي حاجه بغيتو تزينوها نتوما، وضروري ما نخليوها هكذا في العسل حتى كتشرب مزيان مزيان وتبرد تماما، عاد نزولوها. وهنايا قلت نوريكم الشكل ديالها كيفاش كيجي راقي مزيون بزاف، والحشوه كتجي بنينه ومعلكه. غزالات ديالي كنشكركم بزاف على المتابعه والدعم، وكنتمنىكم تبارطاجيو لا فيديو اذا عجبتكم الوصفه، وما تنسونيش من اللايكات. بسلامه عليكم، الفيديو القادم ان شاء الله.